تعالوا النهارده نقلي البتنجان في الاير فراير ونشوف هيطلع حلو ولا لا. اول حاجه البتنجان عشان تعمليه في الاير فراير مش ما يبقاش عليه ميه، فانا بغسل البتنجان وهو سليم خالص، وبعد كده بقشره خطوط كده، قشره وقشره، لان القشر ده بيديله طعم جميل، بس ما بسيبش القشره كلها، لا بعمله خطوط بالشكل ده. وبعد كده بقطعه، هنا بقطع البتنجان عشان اعمل بيه صلصه البتنجان. اهم حاجه بقى السمك، بقطعه سمك كده شرايح زي 1 سنتي كده عشان يبقى مظبوط معايا. ولازم التقطيعه كلها تكون قد بعض. بعد ما قطعته كله، دي طبعا كميه كبيره، هنا حطيت له زيت. بتحطي الزيت حسب الكميه، انا حطيت هنا 3 معالق زيت على الكميه كلها. لو كميه صغيره هي معلقه واحده بتكفي، تكون عليها زيت بس بسيط خالص. طبعا ده هيوفر طبعا زيت كتير، لان عارفين البتنجان بيشرب زيت. بعد كده هنزل في الاير فراير البتنجان بس نص الكميه بس، وهدخلها كده فيها وشغلها. هتك على التشغيل وهعمل اللي على المود هيديني البرامج. اول برنامج اللي هو برنامج البطاطس بيبقى على درجة حرارة 220 دقيقة، فهنا هقلل الحرارة على 180، وممكن على فكرة اسيبها على 200 تاخد التحمير بسرعة احسن. وبعد كده بشغلها، وفي نص الوقت ببتدي ان انا اخرجه واقلبه. لازم طبعا يتقلب في نص الوقت، اي حاجة بتحطيها في الاير فراير لازم بتتقلب في نص الوقت. بمسك الباسكت كده طبعا كويس، بقلبه كده بالشكل ده، او ممكن تقلبيه بمعلقه عادي. وبدخله تاني ياخد يكمل السوا بتاعه، يكمل الوقت بتاعه. اذا لقيت البتنجان محتاج سوا كمان بتزودي الوقت وتكملي عادي. بعد ما خلص بقى عندي كده بجد تحفه. كفايه ان هو مش شارب زيت خالص، حتى لو في زيت زياده بيصفي في من الباسكت للاير فراير من تحت.